لطالما انساق العالم لا سيما الشارعان الامريكي والاوروبي وراء الدعايه الاسرائيليه المتمثله بخطابات معاداه الساميه، لكنهم نادرا ما ادركوا ان الاستراتيجيه الاعلاميه التي ينتهجها العدوان الاسرائيلي هي عباره عن آلة زمنيه ومكانيه تروج فقط لعقيده التعصب وخطاب الكراهيه والتمييز العنصري في حق الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وعلى الرغم من توثيق الصوت والصورة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين بغزة، فإن الضمير العالمي ما يزال نائما خجولا إزاء ما يحدث هناك، إلى الحد الذي وصف فيه ما يحدث بالتواطؤ وليس مجرد التجاهل. في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يظهر مذيع إسرائيلي يدعى شاي جولدن وهو يعمل في القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية يهدد العرب بالذبح وفق تعبيره، ويقول إن إسرائيل ستمضي قدما في قتل كل من يقف خلف العرب. תהיו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים לריב עם ארצות הברית, ומוכנים לריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם... اللهجة التي تحدث بها المذيع اتسمت بالوعيد حتى لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خاطبهم قائلا: تضامنوا على مواقع التواصل الاجتماعي واعملوا ضجة، يقصد الحرية لفلسطين، ونحن سنأتي وسندمركم. وختم بقوله: انشروا هذا الفيديو لكل أصدقاء فلسطين ليعلموا ماذا سنفعل بهم. عجيب. الحديث المقيت للمذيع قوبل بحملة استهجان وتنديد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهنا قال: يا من تربيتوا على حب الحياة، احنا ندور للشهادة بالسراج، ولو يطلب الأقصى دمي يذهب فداء بفتيه من دمي ومن روحي علاج. الغازي المحتل يعرف من عداه، مقاتلين الموج لام البحر هاج. نقسم برب البيت في عالي سماه إنك أتمنى من الله الخراج. قولوا لنتنياهو ومن يوقف معاه هنا نسلخكم كما سلغ الدجاج. تقتل فلسطيني ما تسواحده، يا نذل يا منحط يا حزب الهواج. تبت يدينا المعتدي تبت يداه، جايك طوفان اليماني صمعاج وجايك طوفان اليماني صمعاج.